السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو لحد الفيديو بتاع النهارده. طبعا بسلم على كل متابعيني من جوه مصر ومن بره مصر، وبقول لكم بحبكم جدا في الله. وكتر الف خيركم على وقفتكم الجميله، سواء بكومنت جميل او بلايك اجمل او بالاشتراك، ما نحرمش منكم يا رب. جزاكم الله كل خير. خش يا شيري بسرعه بسرعه في الموضوع يا شيري، علشان باقة النت بقت غاليه. بالله عليك يا شيري. حاضر عيون. المتابعه اللي قالت لي كده حاضر عيون. النهارده هتكلم النهارده على موضوع طبعا صلح حلميه وزاهيه وايه الشروط. طبعا موضوع اليوتيوبر هبه السيد وفضايحها مع اولادها. طبعا وهي هتكلم على الخيبة التقيلة بتاعت هناء اللي أكلت ابنها. الخيبة الرابعة بقى اللي ما كانتش تخطر على بال، الأب اللي اغتصب بنته وخلف خلفت منه طفلة، والنتيجة كانت ايه والحكم كان ايه. ايه شيري؟ مواضيع جديدة انت أول مرة تتكلمي فيه. معلش يا جماعة، مادام بص المواضيع مطروحة على الساحة، وأنا كبني آدمة يعني ليا حق إن أنا أقول رأيي، تمام كده. فأنا هتكلم معاكم النهاردة في أول موضوع. طبعا الحاجة حلمية والحاجة زاهي، هما الاتنين طبعا اخوات، وشفنا كل المشاكل اللي بينهم دي. ومع ذلك انا برضو بقول الداخل ما بينهم خارج، لان هما اخوات وهيردوا لبعض يبقوا حلوين، واحنا اللي هنبقى وحشين. في في ناس قالوا من شروط الصلح يا حاجة حلمية خدي على اختك وصل امان. هو في اتنين اخوات بيتصالحوا يا عالم بوصل امانة؟ ده المصارين في البطن بتتخانق. يعني المفروض لما تيجي المصارين تتخانق اقول المصران ده والمصران ده خد عليك وصل امان لو زعلت اخوك؟ ايه يا جماعة اللي انتوا بتقولوا ده؟ هو كان واحد مغضب مراته وخايفة يعني ترجع له تاني، هيمسكها يمسح بكرامتها الارض ويديها علقة التمام، فهناخد عليه وصل امان عشان ما يكررهاش تاني؟ هو في ايه يا جماعة؟ ولا اتنين اصحاب عاملين شركة ما بينهم واحنا بناخد وصلات امان عشان كل واحد يضمن حقه؟ دول اخوات يا جماعة لحم ودم، مش اخرتها يبقى وصل امانة. وصل امانة عليه يا جماعة؟ اغزوا الشيطان كده ووحدوا الله كده وخليكوا حلوين كده مع بعض. ولا كنوز الدنيا هتسوى الفضايح اللي كل يوم بنشوفها ما بين حلمية وما بين زاهية، واللي عمالين يعملوه واللي عمالين بيقوموا فيه. يعني بصوا، الله يهد كل من بيفرق ما بينكم يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يلم شملكم ويصلح حالكم. هنيجي بقى على موضوعنا التاني. هو موضوعنا التاني اللي هو اليوتيوبر هبة أو أم زياد. أم زياد بصراحة يعني أنا مكسوفة لك سلف. ليه يا شيري؟ ما هو بيحصل. أيوة حبيبتي بيحصل، أنا معاك. أقسمت بالله أنا معاك. وإذا كان الأب اللي اغتصب بنته، أب اغتصب بنته أنجبت منها طفل، هل إن هي دي كانت أول يعني أول حاجة حصلت؟ لا أكيد، ما هو في أبات كتير عملوا كده مع أولادهم. بس برضو يعني ما كانش ينفع انت كيوتيوبر بتطلعي على السوشيال ميديا العالم كله بيشوفك، طلعت تقولي انا شفت ابني وشفت بنتي بص الوقت لو كان عندكم عيل صغير قوموهم وتكمل في الموضوع. انت ما اديتيش فرصه، كنت انت بتتكلمي اصلا وعيال الصغيرين ولادك جنبك، يبقى احنا هنقوم ولادنا؟ هنقوم ولادنا؟ انت ما اديتناش فرصه اصلا. انت تحكي وبعدين تقولي يا جماعه لو كان عندكم لو جنبكم عيال صغيره قوموهم. نقوم مين يا ماما؟ المفروض من اول الفيديو يا جماعه انا هتكلم في واحد اتنين تلاته. إيه لو في اطفال ما لا يصح انهم يسمعوا الفيديو او الكلام اللي انا اقوله، اللي انا اصلا ما كانش ينفع ان انت تطلعي تقولي اساسا. انت ابنك مش متربي، انت بنتك عديمه الربايه، تمام. لقيتهم في وضع مخل. السوشيال ميديا هيعمل لك ايه وانت طالعه تستغيثي بالناس اللي الناس بهدلوكي وحطوا عليكي وقدموكي للمسألة القانونية؟ هتستقلي بالقانون على كل اللي انت قلتيه. وطلع ابنك وبنتك في لايف وقالوا لك ده احنا ابنك مرضى نفسي وعايز يتعالج، وانت استخسرت فيه 20 جنيه علاج ومعرفش ايه، وقال لك انا لو مريض سرطان مش هتاخديني تكشفي عليه. بصراحة الواد بيتكلم يعني مش عايزة اقول لكم استاذ ورئيس قسم في الكلام. واللي موتني اكتر اللي انا دخلت على الشات بتاعه في التليفون، لقيته بيقول صاحبه بيقول له انت امك شعرها معرفش ايه، يقول له اه انت امك انت ما انتش مكسوفه؟ انت اصلا بتعرضي لنا مفاتن جسمك قدام العالم كله على اساس ان ابنك بيتكلم مع صاحبه. طب ابنك اتكلم مع صاحبه اتنين بس وربنا اللي شاهد عليهم. انت دلوقتي شهدت العالم كله عليك. جالك ايه؟ جالك ايه؟ شيرين انت مصدقه ان يحصل؟ يا جماعه بقول لكم الاب اغتصب بنته، الاخت حملت من اخوها، في ايه؟ الام باعت ولادها عشان المخدرات وكان بيغتصب بنتها قدامها عشان تشرب مخدرات.
انا مش بقول على حاجة مش هتحصل، احنا خلاص في علامات الساعة. الا من رحم ربي، الا من رحم ربي. الله يحمينا ويحفظنا يا رب بحفظك يا رب الذي لا ينتهي يا رب. واستر عروض وليانا يا رب، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب، يا أكرم الأكرمين يا رب. أنا كل ما بشوف ده حزينة، أقسمت بعزة جلالة الله الواحد حزين. حزين إيه ده؟ كل يوم فضايح ونصايح ومصريين مصريين مصريين. اتكسفوا على دمكم شوية، ده المحاكم مليانة. انتوا خلاص، انتوا مستعدين تبيعوا شرفكم وتبيعوا ضميركم وتبيعوا كل حاجة عشان يجيلي فلوس على الفيديوهات او اركب ترند. يا اختي يركبك قطر يكون سواقه اعمى. حسبي الله ونعم الوكيل. بس مصدقة ولا مش مصدقة يا شيرين؟ انا بص، انا في كل حاجة انا بقيت يعني هقول لكم إيه، ما بقاش عندي شك فيها خلاص. احنا في اواخر الزمن، يعني احنا خلاص القيامة هتقوم. ربنا يرحمنا. طيب تاني حاجة، طبعا الأم اللي هي أكلت ابنها واتقال عليها إن هي مريضة نفسية. هو فيه، أنا شفت مرضى نفسيين فيهم العبر، بيجوا عند ولادهم كده وتبص تلاقيهم سبحان الله هديهم. سبحان الله تلاقيهم هديهم كده. بصوا يعني، بصوا لولادهم تحس إن هم نسوا الهبل. طب أنا عايزة أقول لكم على حاجة. أنا كنت بشتري أكل للبط وللحمام. الله أكبر، الله أعظم، عزت لله. المهم يا جماعة، عشان أذان الفجر بيأذن دلوقتي. فأنا هكمل معاكم الفيديو لأن هو خلاص هيخلص أهو. كنت بجيب أكل للحمام وللبط بتاعي، ففي ست يعني أنا عارفة إن هي مريضة نفسية، فهي شايلة بنوتة صغيرة وعايزة تعدي، بس أنا حاسة إن العربيات ممكن تخبطها. عارفين مش خايفة على نفسها من العربية وخايفة على الطفلة اللي هي شايلاها، اللي هي مش بنتها أساسا. قمت شايلها لها ومعديها الناحية التانية وقلت لها امشي من جنب، امشي من جنب من هنا. تقول لي حاضر حاضر حاضر، تعمل لي كده. يعني انتوا عارفين، عارفه يعني ايه مريضه نفسيه؟ كل الناس عارفين، بتمشي تقلع هدومها في الشارع. شوفوا منظر بقى انها تخاف على البنت اللي عندها سنتين وتخاف عليها كده، تخاف عليها من العربيات وتخاف عليها من الطريق وتخاف عليها من كل حاجه. تقولي مرضى نفسيه؟ مرضى نفسيه مين يا جماعه؟ مرضى نفسيين من اللي تذبح ابنه تذبح ابنها وتطبخه وتاكله. بطلوا هبل، انتوا بتدوا فرصه للامهات كل واحده زعلانه مع جوزها ومطلع عينيها تذبح ابنها وتاكله وتقول لك اصل انا مريضه نفسيه. بطلوا بقى هبل بالله عليكم، قرفتونا، جاتكم القرف. يلا بقى معلش يا جماعه، استحملوني بس انا محروق دم. بصوا بقى يا جماعه، الواقعه التالتة والاخير، وحسبي الله ونعم الوكيل. اب اغتصب بنته من الشرقيه، اغتصب بنته من الشرقية. وبعدين يا جماعة، البنت دي بعد 9 شهور وهو نكر وكرشوا الزوجة بالبنت من البيت وضربوهم وبهدلوهم أهل الراجل، وعملوا خلوا وسووا أهل الأب يعني، وقالوا لها انت بتدي على ابننا وانت بتكدبي على ابننا وانت منك لله وانت معرفش ايه. وفي الاخر يا جماعة اللي حصل، البنت وضعت بعد 9 شهور، وبعدين حللوا الدي ان ايه، طلعت البنت اختها، طلعت هي بنت الراجل، يعني طلع كل ده من الأب. وبعدين بتقولوا لي هو الولد، لا ده هي الولد يعمل كده مع اخته وطلع تتكلم. هي في ام بتاكل ابنها ونطلع نقول مرضى نفسيه؟ هو في اب بيغتصب بنته؟ فوقه يا جماعه، فوقه، ده الواقع اللي احنا عايشينه. دي الحياه. الواحد كل يوم عمال يقول يا رب فكها من عندك يا رب، انت اللي عالم بينا يا رب، استر عروض وليانا يا رب، نجينا يا رب يا رب يا رب يا رب. الاخ بياكل اخوه، والاخت فاتحه اختها، والاخت معرفش عامله ايه مع اختها، والاب بيعمل ايه مع بنته، والاخ بيعمل ايه مع اخته. الام دبحت ابنها وكلته. احنا احنا في علامات الساعه، احنا في علامات الساعه. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. محدش يدي مبررات، عشان كتر المبررات بتخلي كل يوم جريمة بتحصل، وفي الآخر بيتقال إيه؟ ده تاخد كام سنة وتطلع، ده تتعامل إنها مرضى نفسي. قتل ده ما كانش قتل، ده مش روح في قتل، لا ولا محضر للقتل، ده هي كانت دفاع عن النفس. انتوا فاهمين ازاي؟ طب احنا هنفضل كده لحد امتى؟ هيفضل دمنا رخيص لحد امتى؟ هنفضل كل يوم في قلة أدب ومسخرة لحد امتى؟ القانون لازم ياخد مجراه، سواء مع هبة اللي هي ام زياد. معلش انا اسفه، انا بص ايا كان كلامك صح وشفتي ولادك كده، احنا يعني احنا بس زعلانين. انت انت قلتي كلام عيب ان هو يتقال على السوشيال ميديا. انت مالكيش اهل، انت مالكيش اهل هتتكسفي منهم؟ مالكيش جيران هتحطي فوق وشك في وش الناس ازاي؟
طب اللي طلعت قال لي طب ابوها اغتصبها، ما هيش فاتحه قناه، واللي اكلت ابنها ما هيش فاتحه قناه على اليوتيوب، واللي ما لهمش قنوات، ارحمونا، ارحمونا، انتوا عرتونا، انتوا عرتونا. يعني الواحد كان زمان يسمع اليوتيوب ده، يا سلام، بتاخدي منه كل حاجه حلوه، كل حاجة حلوة بتاخدها، وصفة أكل حلوة، وصفة شعر حلوة، تعملي حاجة إعادة تدوير حلوة، تاخدي فكرة حلوة، تنظيمة حلوة، حد يروق قدامك تقومي تمسكي شقتك تقلبيه. دلوقتي بقى فضايح ومشاكل وقلة أدب، مسخرة. وكل ده عشان نركب الترند. أركب الترند على سمعة مين؟ على سمعة مين يا حاجة هبة؟ على سمعة مين يا جماعة؟ وارحمونا، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. البنت اللي حملت من ابوها ووضعت يعني هو بابا خد اعدام، الاب خد اعدام يا جماعه، يعني نظرا لكم برضو، انا عارفه ان الناس هتسال وايه شيرين الحكم. الاب خد اعدام، وده كان اقوى 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 رد من القاضي عليه. يعني بص بقى، مفيش حاجه بعد الاعدام. يعني تخيلوا، هيتشنق، بس هيتشنق وانت كل العالم برضو عارفين انت عملت ايه ببنتك، وانت اب، والاب عارفين ان هو بيخاف على اولاده، وبيحتضن ولاده، وبيخاف من على الهوا الطاير على ولاده. يعني الهوا الطاير ده ما يمسش ولاده، تيجي انت تخلي بنتك تحمل منك، ولما تيجي تاخد حكم الاعدام ومراتك تزرغت ان هي اقتصت منك في الدنيا، ده لسه غير عذاب الاخره. اهلك زعلانين، ومش هتقعدي في البلد، ومش هتعملي في البلد. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، ربنا ينتقم من الظالم. حطوا لايك لو كان عجبكم الفيديو، واستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمة